هنعمل كريب اقتصادي بطريقة اقتصادية جدا من غير ولا لبن ولا بيض. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. اللهم إنك تعلم ما في قلبي وهو بين يديك. أسألك أن تبشرني بشارة خير تجعلني أنسى كل ما مضى من تعب، بشارة تفرح قلبي وتريح بالي وتجعلني أسجد لك شاكرا لتدبيرك أمري يا رب العالمين. أول حاجة معايا دقيق. أنا معايا 4 كوبايات دقيق. الدقيق طبعا على حسب ما انت هتعملي. أنا معايا النهاردة هعمل 4 كوبايات دقيق. حطيت ال4 كوبايات دقيق في بولة عندي، ومعايا معلقة سكر، ومعايا معلقة ملح. والمية ال4 كوبايات دقيق خدوا 4 كوبايات ونص مية. اول حاجة هنحط السكر على الدقيق زي ما انتوا شايفين، وهنحط الملح، وهنبدأ نحط المية عليهم. والدقيق حسب نوع الدقيق، في دقيق بياخد مية بزيادة وفي دقيق بياخد مية اقل منه، على حسب نوع الدقيق اللي انت اللي انت جايباه. بدأت احط المية وبدأت اقلب. وممكن تعملي الطريقة دي في الخلاط، تسهل عليكي ان انت ما ترجعيش تصفيه. انا بدأت حطيت المية اهو وضربته زي ما انتوا شايفين، قلبت كل المكونات مع بعض، دقيق ومية وملح وسكر. انا ما بلزمكيش بعدد معين من الدقيق، حطي الدقيق على قد الكمية اللي انت هتعمليها. ادي شايفين قوامه، ولا تقيل ولا خفيف زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي اجيب مصفى. بعد ما اقلب هجيب مصفى واصفيه عشان لو في اي تكتلات ما تبقاش تعاقبني في الكريب وانا بعمله. بدأت جبت المصفى وبدأت اقلب، اخد من البولة واحط في قلب المصفى واقلب واصفيه خالص، واسيب العجينة بتاعتي ترتاح شوية، وبعدين اخدها واروح على النار. دلوقتي انا حطيت الطاسة على النار ودهنتها دهن الزيت زي ما انتوا شايفين، وحطيت بالكبشة على قد ما الطاسة بتاعتك تاخد، وهبدأ اوزعها في الطاسة واسيبها تستوي. دلوقتي هنعمل مع بعض الشاورما بتاعت الفراخ. معايا فراخ ومعايا بصل متقطع وفلفل متقطع وطماطم متقطع، والفراخ دي صدور فراخ متقطعة. معايا التوابل، معايا ملح، بابريكا، كمون، وكاري وكركم، ومعايا شوية بهارات فراخ. هنحط طاسة على النار، وهنحط فيها شوية زيت ونسيبهم يسخنوا. أول ما الزيت يسخن هننزل بالفراخ بتاعتنا عليه ونبدأ نقلب فيها. أنا عايزاها بس تتشوح بسيط. أول ما تاخد اللون بتاعها الأبيض دوت، طبعا احنا سخنا الزيت كويس عشان بحيث ان الفراخ تنزل عليها ما تنزلش المية بتاعتها، تاخد صدمة على طول. هنبدأ نقلب في الفراخ. أول حاجة بنسيبها ثواني بس، وبعدين نبدأ نقلب فيها. دلوقتي بقلب في الفراخ بتاعتي تقلبتين 3 وهتستوي، يعني هتبيض على طول معاكي. الفراخ ما بتاخدش وقت في السوى عشان انا مقطعاها قطع صغيرة. بدأت تبيض معايا اهي وتستوي. شوحتها اهو. هنزل بقى عليها بالتوابل زي ما انا قلت لكم، الملح والكمون والكركم والكاري والبابريكا وشوية بهارات فراخ وفلفل اسمر، بس انا ساعتها ما كانش موجود عندي فلفل اسمر. بدأت اقلب التوابل مع الفراخ بتاعتي. وممكن الفراخ دي ننقعها قبلها برضو بشوية لبن او شوية زبادي مع التوابل دي برضو، بتبقى برضو كويسة.
هنقلبها زي ما انا وريكم. وهبدأ انزل عليها بالبصل. التوابل اللي اندمجت مع الفراخ بتاعتي هننزل عليها بالبصل. هقلب برضو البصل شوية يا دوبك حاجة بسيطة، وهنزل برضو عليه الفلفل. هقلب اهوت. يا ريت لو مكملة معايا الفيديو تحطي لي لايك. هبدأ بقى انزل بالفلفل بتاعي. برضو هديله شوية تقليبتين كده معاه بعض، مع البصل مع الفراخ مع التوابل. ويا جماعة الشاورما دي مش هحط عليها اي مية، هي بتستوي كده مع نفسها مع البصل مع الفلفل، بينزلوا المية بتاعت البصل والفلفل بسيطة، وبتستوي هي الفراخ بتستوي بسرعة. ادينا بنقلب فيها. ده كله النار لسه عالية. يا ريت يا جماعة تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله محمد. قلبنا البصل والفلفل وسبتهم يستووا دبلوا هما زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نحط بقى عليهم الطماطم، واسيبها بقى المية الطماطم تنزل المية بتاعتها وتكمل سواها. الطماطم بتديها طعم، بتسكر طعم الفراخ. هغطي عليها دلوقتي وهدي عليها النار واسيبها. ده الكريب بتاعي. هطلعه دلوقتي واوريكم انا بعمله ازاي. حطينا كبشتين في الطاسة بتاعتي كبيرة مقاسها كبير، وبالراحة وبالعصاية كده والف فيها. طبعا لو ما عندكيش العصاية دي متوفرة، انا لسه شارياها برضو قريب، ما كانتش عندي، بس سهلة بتسهل عليكي ومش غالية يا جماعة. بتسهل عليكي فرد العجينة. بتدهني الطاسة بتاعتك او الصاجة اللي انت تعملي عليها دهنة زيت كل مرة بين الواحدة والتانية، دهنة بسيطة زيت بحيث ان الكريب بتاعك ما يلزقش. ويا ريت يبقى في طاسة تيفال او طاسة جرانيت زي ما انتوا شايفين. مش شرط انها تكون طاسة مخصصة للكريب بس. عادي طاسة عادية تيفال عادية من اللي عندك، وهتدهنيها وتنزلي بالكبشة ولو ما عندكيش العصاية دي هتمسكي الطاسة وتقلبيها كده، هتتقلب معاكي وتبقى مظبوطة. بس الطاسة ما تبقاش سخنة قوي لو انت هتعمليها من غير العصاية. وهناك بحمر بطاطس برضو هحطها مع الكريب. بصوا بقى الحركة الحلوة دي. واديني خلصت كده اخر واحدة من الكريب. هوريكم دلوقتي الكريب بقى بتاعنا عامل ازاي ورقيق قد ايه. وبسم الله ما شاء الله الكمية عملت معانا كمية حلوة. كمية الدقيق عمل معانا كمية حلوة. طبعا زي ما انتي هتعملي على عدد افراد اسرتك هتحطي الدقيق اللي انت هتعمليه، كوباية 2 3 زي ما انت عايزة. بصوا شايفين الكريب عامل ازاي، ملمسه عامل ازاي وطري جدا، سمكه رقيق. بصوا بيتلف معايا ازاي. ده لو تخين هيتكسر معايا على طول. هنبدأ دلوقتي نجهز بقى الكريب بتاعنا. هنحشيه. معايا بطاطس وزيتون شرايح والكاتشب وديت الشاورما. هنبدأ وجبنة موتزاريلا. هنبدأ نفرد الكريب بتاعه زي ما انتوا شايفينه مفروض. هنتنيه بقى 2 كده تبقى نص دايرة. ونبدأ نحط الحشوة في نص الكريباية. ناخد معلقة من الشاورما
ونحط عليها شوية بطاطس، ونحط عليها وحدتين زيتون، وهنحط عليها الكاتشب. الكاتشب ده انا اللي عاملاه، ان شاء الله انزل لكم الطريقة بتاعته مرة تانية. وشوية جبنة موتزاريلا، وهنبدأ نقفل الرغيف بتاعنا. هنطبق من اليمادي، وبالراحة بصابعنا كده ندخل الحاجة جوه عشان تبقى في منتصف الكريباية، ونطبق عليها من اليمة التانية. وزي ما انتوا شايفين كده الكريب لسه طبعا هنحطه على النار. هنبدأ نعمل واحدة كمان. هنقسم الكريب بنصين، وهنحط معلقة من الشاورما بتاعتنا في النص، وهنحط عليها بطاطس، وهنحط عليها زيتون وكاتشب زي اللي عملناها المرة اللي فاتت، وجبنة موتزاريلا على الآخر. ادي الجبنة الموتزاريلا في الآخر. هنبدأ بقى نقفل الكريب بتاعنا، نطبقه من اليمة دي وندخل من اليمة التانية ونطبق اليمة التانية عشان يبقى معانا بالشكل ده، ونضغط عليه ضغطة بسيطة عشان يبقى بالشكل ده مثلث زي اللي بنجيبه من بره. بدأت جبت الطاسة اللي كنت بعمل فيها ودهنتها دهن الزيت، وبدأت احط الكريب بتاعي في الطاسة. ده بقى الورق بتاع الكريب اللي هو القرطاس اللي بيتحط فيه الكريب. هتجيبيه من عند اي بتاع كريب، وهنحط فيه الكريب بتاعنا اللي احنا عملناه في البيت، وهنفرح ولادنا بحاجة بسيطة في البيت وبتكلفة اقل كتير من بره، وحاجة جميلة ونضيفة وضمنها في البيت. هبدأ احط الكريب فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهيبقى احلى كريب. ويا رب الكريب بتاع النهاردة يكون عجبكم. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.